السلام عليكم ورحمه الله. والاقتراح اللي غنتقاسم معكم اليوم هو قرص بواحد العجينه احترافيه كيعتمدوها جميع المحلات. كي كتشوفوا تعياو تقلصوا فيه تعياو تجمعوه كيرجع الحجم ديالو الطبيعي، كيجي خفيف هذا القرص، شهوه منه وبخطوات بسيطه كيصدق معاكم. اي وحده جرباتو غيصدق معاكم. واخا تحتفظوا به في المجمد تتجبدوه غير كيتطلق واحد شويه وكتسخنوه كيرجع بحال يلاه طيبتو. كي كتلاحظوا اخف منه ما كاين. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وكملوا معايا باش تشوفوا طريقه الاعداد هاد القرص. ما نطولش عليكم، نلتحقوا المقادير. على بركه الله غنعطيكم الكميه ديال نصف كيلو ديال الدقيق، يعني 500 غرام ديال الدقيق. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ديروا كيلو وضاعفوا هاد الكميه اللي غنعطيكم. انا هنا نصف كيلو ديال الدقيق مشى معاه كاس الا ربع ديال سكر سنيده. عندي هنا جوج بيضات، غنقص اصفر بيضه باش ندهن. عندي 4 كاس ديال الزيت، ماشي نصف كاس، 4 كاس. عندي واحد ساشي وحده ديال فاني، قبيصه الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره. وهنا عندي واحد شويه ديال النافع والزنجلان، معلقه. وعندي هنا كاس ديال الحليب دافئ، في هذه الكاسرونه دفيته. غادي نبدا بداك كاس الا ربع ديال السكر سنيده. غنديرو في الاناء او البلاصه اللي غتخلطوا فيها هاد القرص. وهنا غادي ندير داك البيض، غادي ندير جوج. يعني انا هنا بامكاني ندير بيضه وحده، ولكن غنحتاج للدهن اصفر بيضه. يعني داك الابيض بلا ما يضيع ليا دخلته في البريوش عفوا اولا القرص. غادي نزيد ديك البيضه كامله اللي عندي، وغادي ندير المنسم سكر فاني. تقدروا تستغناو عليه في هذا الاثناء حيت غديروا شويه الزرارع يعني النافع، شويه ديال الزنجلان. غنخلط البيض مع هاد السنيده مزيان حتى نحسوا بالسنيده ديالنا انسجمت مع البيض. تخلطوا بطراب يدوي اولا غير يديكم ماشي مشكل. هنا عندي البيض بدرجه الحراره ديال المطبخ، كتخدموا غير شويه بيديكم هنا كي كتشوفوا. كاين اللي كيدير البيض مع سكر سنيده وكيديروا في المولينيكس، كيطرب مزيان هذا البيض مزيان حتى تيطلع، عاد تيضيفوا في الاناء وكيزيد على بقيه العناصر. انا اكتفيت غير بشويه، طربته غير بيديا بالطراب اليدوي. هنا غادي نضيف ديك الملحه اللي عندي ومعلقه ديال خميره حبيبات، ودوك الزرارع اللي عندي، وداك الزيت، يعني 4 كاس ديال الزيت نباتيه. الا كنتو غديروا كيلو ديال الدقيق ديروا نص كاس ديال الزيت نباتيه. غندخل هاد العناصر مزيان. الزرارع لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير النافع بوحدو اولا الزنجلان. انا درت معلقه، يعني معلقه صغيره النافع ومعلقه كبيره ديال الزنجلان. هنا عندي الحليب دافي، ما عنديش الحليب سخون وما عنديش بارد. عندي الحليب يعني شويه دافي، ما يكونش مجهد بزاف في الحراره باش ما يقتلش لينا داك المفعول ديال الخميره، وهي شويه دافي. انا هنا عندي كاس ديال الحليب بالقياس ديال الكاس ديال العنبه. صافي هنا حركت هاد العناصر مزيان مع بعضهم. غادي نطرف داك اصفر بيضه، نطرفها من بعد وندهن بها القرص ديالي. وغادي نجيب الدقيق دابا نبقى نضيفو تدريجيا. نصف كيلو ديال الدقيق. غادي نحيد دابا الطراب اليدوي وغنخدم هاد البريوش غير بيديا. تتبقاو تضيفوا الدقيق تدريجيا شويه بشويه. اهم حاجه خاص هاد العجينه ديال البريوش ديال القرص تجي خفيفه وكتلصق في اليدين، ما تجيش نهائيا، ما تجيش هاد العجينه ثقيله. يعني القوام ديالها كي كتلاحظوا غتشوفوه دابا كي كتكون، باش ينجح معكم هاد القرص ويجي القوام ديالو اسفنجي ويجي القرص ديالكم خفيف. هنا غادي نبدا نخبط واحد جوج خبطات كي كتلاحظوا بحال كنعجنوا السفنج حتى نعجن هاد البريوش ديالي مزيان. هنا ملي عجنته عطيته حقه في العجينه وفي الدليك. غادي نضيفه في هاد الاناء اللي غادي يختمر ليا فيه القرص ديالي بعد ما دهنته بشويه ديال الزيت. ما طولش عليكم لا فيديو، يعني انا بقيت كنخبط في داك الاناء ديالي اللي فيه القرص، نخبط حتى حسيت بالقرص ديالي يعني تدلك شويه وهو باقي كيتلصق في اليدين. كتبقاو تخبطوا فيه حتى ما كيبقاش القرص يتلصق لكم في يديكم، ولكن في نفس الوقت راه العجينه ديالو رخوه.
غنخلي دابا هاد العجينه ديال الكروس حتى يتضاعف الحجم ديالها ونرجع ليها تقريبا شي نصف ساعه. هنا كي كتلاحظوا بعد ما دازت غير نصف ساعه انا كان عندي الجو سخون. الا كان الجو بارد خليوها حتى لساعه اولا ساعه ونصف حتى تشوفوا العجينه ضاعف الحجم ديالها. كتطلعوا عليها كتلقاوها ارتفعات. هنا العجينه ديالي حيدتها، انا ما حاولش ندير الزيت بزاف باش ما نخليش العجينه ديالي ميدمه. كنقرص دابا ديك القرص ديالي الشكل اللي حنا بغيناه، قرص صغير اولا قرص كبير. غنقرص العجينه كامله. هنا بعد ما قرصتها تقريبا يكون القياس متساوي مع بعضياته. دابا غادي نجيب شويه ديال الزيت في يديا ونحاول ما نخليش دوك الكويرات ديال القرص طالعين، نحاول نهبطهم غير شويه بيديا كي كتلاحظوا. ما نقرصوهمش بزاف. هنا بعد ما قرصت دوك القريصات دياولي، داك اصفر بيضه اللي قلت لكم حيدت من البيض، ضفت عليه شويه ديال الحليب وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان غير من اجل اللون. تقدروا تستعملوا غير اصفر بيضه. انا هنا قرصت القرص ديالي وحطيته في الطاوله اللي غطيب ليا مباشره، ومن بعد هبطته بيديا غير شويه وغادي ندهنو. انا ما نخليش حتى يخمر عاد ندهنو. دابا دهنت القرص ديالي وغنرشوا واحد الرشه خفيفه بالزنجلان، وعاد غنخلي هذا القرص يختمر. يعني المره الثانيه، المره الاولى اختمر لينا والمره الثانيه قرصناه حطيناه في الطاوه وقرصناه شويه بيدينا ودهناه، وغنخليه دابا يختمر ليا مده ديال ساعه المكانه. وهنا بعد ما اختمر ليا القرص كي كتشوفوا خليته تقريبا ساعه الا ربع، يعني ساعه الا ربع. تطلعوا على القرص كتلقاوه منتفخ يعني اختمر مزيان. وفي هذا الاثناء انا مشعله الفران حتى يشعل ليا الفران مزيان، مشعلاه الفوق والتحت حتى نحس به سخن. عاد ندخل البريوش اولا القرص يطيب. وهنا بعد ما دخلنا الطاوه والفران ديالنا سخون، يعني طاب لينا القرص من الفوق لتحت دغيا كيطيب. راه ما كياخذش لكم الوقت بزاف. كي كتشوفوا كيطيب اسفنجي خفيف، تقلصوه تهبطوه يرجع الحجم ديالو الطبيعي. حتى من الداخل كيجي يعني رطب بزاف. هنا راه عندي سخون، غنقسم معكم وحده باش تشوفوا كيجي من الداخل. ما كيجيش نهائيا مدقس، كيجي اخف من الريش. واخا تحتفظوا به في المجمد كتجبدوه دغيا كيتطلق معكم وكتسخنوه كيجي بحال يلاه طيبتوه. كنتمنى هذا الاقتراح اللي انا تقاسمت معكم ينال اعجابكم. ولا عجبكم لا فيديو بطبيعه الحال ما تنساونيش من لي لايك وديروا لي جيم الفيديو وبارطاجيو مع اهلكم واحبابكم. وخليتكم على خير الى فيديو اخر واقتراح اخر باذن الله.